خد بالك، يعني احيانا بنستبدل ويكون استبدلنا خلاص ولسه عندنا امن مش خوف. يعني يكون واحد كان بيحفظ قرآن وكان ما بيسمعش اغاني وكان بيغض بصره وكان بيصلي الصلاة في جماعة، كل ده اتغير وهو لسه آمن ومش حاسس ان هو بيحصل له حاجة غلط. دي مصيبة ان انت تستبدل وما انتش حاسس ان انت استبدلت. تيجي واحد يقول لك أنا بعصي ربنا وما بيعاقبنيش. قال يا رجل الحسن ما لنا نعصي الله ولا يعاقبنا؟ قال هل تقوم الليل؟ قال لا. قال كفاك أن حرمك الله مناجاتي. انت متعاقب وما انتش عارف. اللي ما بيصليش الفجر متعاقب ومش عارف. اللي بيعمل بذنوب خلوات بعد ذنوب الخلوات متعاقب وهو مش عارف. فضلا عن زي ما اقول لك الاستبدال، ان رب العالمين يستغنى عنك كده ويجيب غيرك يوقفه. عشان كده عمر بن الخطاب كان يقول لهم كده أتحسبون الأمر من ها هنا؟ إنما الأمر من ها هنا. فاكر ان اللي بيخدم الدين عشان احنا قلنا له تعالى اخدم الدين؟ لا والله، دي منحة من رب العالمين عز وجل. يقول لك اصل هو الناس ما بتشغلنيش في الدعوة. يا ابني انت اللي تشتغل، الجأ لرب العالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. اشمعنى ده شغال في الدعوة؟ اشمعنى ده بيكلم الناس؟ اشمعنى أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يبقى في خوف ايه؟ خوف الاستبدال.